شايفين الجمال ده؟ يلا بينا نشوف عملناه ازاي مع بعض. شايفين عامله ازاي؟ تجنن. اهلا بكم في قناه بنت شيف. هنعمل مع بعض النهارده القرص الفلاحي، ودي من المخبوزات اللي انت ممكن تاكليها في الفطار او العشاء، وهنعملها مع بعض بطريقه سهله وسريعه علشان على طول بعد ما تخلص الفيديو على طول تعمليها. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدا بالمقادير. المقادير بالكيلو: كيلو دقيق، عليه كوبايه لبن، الى ربع سكر، ومعلقتين خميره كبار، واربع معالق سمنه، ومعلقتين قشطه. طب لو مفيش قشطه خلاص خليهم كلهم كوبايه سمنه، وربع كوبايه زيت، ومعلقه ملح. طب لو عندك لبن رايب خلاص كده المقادير خلصت. طب لو مفيش لبن رايب يبقى هنحط على كوبايه اللبن هنحط عليها معلقه خل، وهو وقت كده بعد ما تقلبيه هتلاقيه بقى لبن رايب خلاص. يلا بينا نبدا على طول ونشوف هنعملها ازاي. طبعا انا جيت ان انا اغلي اللبن لقيته ان هو راب، فقلنا نستفيد بيه على طول. كده معايا اللبن دافي، هنحط له معلقتين كبار خميره والسكر، وهنقلبهم مع بعض كده. طبعا الخطوه دي هتخليني اعرف الخميره بتاعتي شغاله ولا لا. هنسيبهم دلوقتي مع بعض كده، وهنبدا نضيف الدقيق في بوله تكون كبيره كده، ورشه ملح، وهنقلبها، وهنضيف الزيت وهنقلبه مع بعض، وهنبدأ نضيف اللبن طبعا تدريج بسيط كده. هي القرص الفلاحي ما بتتعجنش، انت بتلمي العجينه تبقى كده خلاص هي معاكي ملمومه، ما فيهاش اي تكتلات او الدقيق باين فيها او بتلزق زياده عن اللزوم، وتبقى خلاص خلصت لما البوله اللي بتعجني فيها او الحاجه اللي بتعجني فيها ما عادش فيها دقيق. ماشي. وهنضيف القشطه والزبده ونقلب مع بعض. هنسيبها بقى تخمر ونغطيها وارجع لكم تاني. والعجينه بعد ما خمرت يلا بينا نشتغل فيها على طول. هنجيب الصاج اللي هنشتغل فيه وندهنه دهنه زيت بسيطه، التقطيع طبعا حسب الحجم، يعني انتي تشوفي عايزاها حجمها كبير او حجمها متوسط كده. بتلمي العجينه بالشكل ده اهي، تضغطي عليها كده بس. اهم حاجه لما تيجي عملتي قطع تغطيها اول باول، تضغطي عليها ضغطه بسيطه كده بالشكل ده. خلاص كده اهي. هنبدأ ندهن وشها كده بخليط ميه ونسكافيه، ممكن بالبيض لو ما عندكيش مشكله في ناس ما بتحبش البيض علشان بيحسوا بزفره فيه،
فالنسكافيه بيبقى حل حلو اوي. بس كده. عايزين نضيف لها سمسم، نضيفها كده بالشكل ده وتضغطي عليها. نضيفها وهتضغطي بكف ايدك بالشكل ده. ودلوقتي هنسيبها ترجع تخمر تاني. طبعا هنغطيها وبعدين نحطها هنبدأ بقى نحطها في الفرن، في فرن يكون مش شغال، يعني فرن سخن على درجة حرارة 180. ويلا بينا. وكده بعد ما طلعناها، اهم حاجة بتغطيها، هي مش محتاجة انك ترش عليها مية او اي حاجة، بتبقى طرية جدا. شايفاها طرية ازاي؟ والطعم حكاية. وبالهنا والشفا.